اللذيذ اللي دوب عملته. ما أعرف إيش اسمه، ما أعرف إذا هو يعتبر عريكة أو مفروكة أو معصوب بدون موز أو إيش اسمه. ما يفرق الاسم، أهم شيء إنه هو شيء مرة 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 لذيذ. أنا حسميه عريكة. بحاول أقلد العريكة اللي أنا أحبها وأنا كده استطعمتها. طبعا أنا متأكدة 100% إنه هي طريقتها مختلفة لأنه أنتوا أرسلتوا لي الطريقة الصح. بس اعتبروها طريقة جديدة تماما. فالمكونات اللي أنا عندي اليوم هي المفروض تتسوى بفطيرة، إنه دقيق بر وتخبزوه ويعني شوية قصة، بس أنا ما حاعمل ده كله. فحاستخدم توست. هذا توست أسمر عادي بر، اشتريته من السوبر ماركت. حستخدم 3 شرايح. عندي تشيدر تشيز، عندي قشطة، وهذا كورن فليكس طبعا اختياري، وهذه عجينة تمر اشتريتها برضو جاهزة من السوبر ماركت. شيء بسيط مرة هيل، وشيء بسيط قرفة، سمن طبعا أساسي، وعسل. أول شيء حفتفت التوست بيدي قطع صغيرة. لو عندكم فود بروسيسور اللي هو الكهرباء ممكن تستخدموه أسرع. بعد ما فتفت التوست دحين بسخن صاج أو مقلاية وبحط فيها شوية سمن، مو شوية، شوية كتير. بعد كده حنحط التوست وحنحمسه. طبعا إذا ما تبي تستخدموا سمن ممكن تستخدموا زبدة بداله. حخلي التوست يتحمص، أبغاه كده يقسى شوية ويجيله كده لون حق التقمير كأنه مقمر. خلاص كده التوست اتقمر. حشيله احطه في زبدية وححط التمر عليه. بعد كده ححط التمر اللي انا خرجته من اول، طبعا ما هو بارد. طيب انا هنا ححط العسل. اذا انتوا ما تبغوا تحطوا العسل هنا في هذه المرحلة، يعني ما تحبوا الحلا يكون زايد، ممكن بعدين تحطوا شيء بسيط في الوجه. فانا ححط معاها عشان ابغاها تكون شوية ما هي ناشفة. حنحط عسل، وبعد كده نحط رشة القرفة، مرة رشة صغيرة ورشة صغيرة هيل. وبعد كده حستخدم ايادية الاثنين وحابدأ افركهم مع بعض زي كده الين ما كله يندمج مع بعض. وهذا هو شكلها بعد ما فركتها. شوفوا كيف حاولت انه انا اخليها قطع، يعني ما ابغاها تكون كأنها عجينة، يعني فرفطتها بمعنى اخر. فرفطتها يعني كده فتفتها، يعني خليتها قطع مو كأنها كتلة واحدة. دحين حشيلها وانقلها في صحن. بعد ما حطيتها في صحن التقديم حصب فوقها القشطة. طبعا تقدروا تحطوا عسل زي ما قلت لكم هنا في دي المرحلة. اخر شيئين اللي هما الكورن فليكس والتشيدر تشيز. طبعا هذه برضو زي ما قلت لكم مو لازم تحطوها. التشيدر تشيز هنا حلاوته انه هو يدي زي توازن للنكهة، لانه هو مالح والعسل والتمر كله حلو. وخلاص كده صارت جاهزة. مرة مبسوطة انه انا سويتها بطريقتي، لانه انا مرة احبها ويعني انبسطت انه انا اقدر اعملها بنفسي واغير فيها زي ما ابغى.